ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير والف صحه. انا معاكم لولو من قناه لولو لايف ستايل، ودلوقتي انا جايه اتكلم عن ريفيو عن غساله وايت ويل. دي الغساله دي 6 افراد، موديلها ام 600 ام 760. هي ميديم يعني وسط. الغسالة دي انا كنت جايباها ب1600 جنيه او 1550. مش عارفة طبعا دلوقتي مع الاسعار اللي فرقت دي هيبقى سعرها ايه. ده تفاصيل البيانات الصغيرة بتاعتها. اول حاجة هنا عندي زرار للاون والاوف. الزرار ده انا طبعا فاصله الغسالة دلوقتي. الزرار ده بتدوسي عليه الغسالة بتشتغل. الزرار السبوت دي اللي هي النقطة دي، ده عبارة عن نور او لمبه بتنور لو اللمبه دي بتشير ان الزيت قليل، ودي اللي هي فيها حرف الاس دي بتاعه الملح. لو الملح او الزيت قليلين فيهم، اي واحده فيهم هتنور. الزرار ده عباره عن ايه؟ ده زرار بيأجل لي الغسله او يأجل لي الغساله تبتدي مثلا تغسل بعد 4 ساعات، بعد 5 ساعات، بعد 6 ساعات. بتظبطيه بتظبطيه وبتشتغل الغساله بعد كده لوحدها. بالنسبة هنا بقى كمية الزراير الكتيرة قوي دي البروجرامز اللي موجودة في الغسالة. اول برنامج ده بيبقى ممكن تحطي فيه الحلل. هو برنامج بيبقى مدته تقريبا ساعتين، ساعتين ونص ل5 دقايق. بيبقى درجة حرارة عالية، وبيبقى بياخد مسحوق معلقة اللي بتبقى كاملة. هو يعني بينظف الحاجات اللي صعبة تنظيفها او الحاجات اللي جامدة شوية. ده اقل شوية في درجة الحرارة. بنستخدمه للاطباق اللي بيبقى مثلا مكان الغداء، او الاطباق اللي فيها دهون مثلا كتير، او مكان رز او الحاجات دي. اما ده بيبقى عبارة عن تقريبا ساعتين. ده ساعتين وربع، وده لا، ده ساعتين و5 دقايق، وده ساعتين وربع. اللي هو بيبقى عليه ECO. ده مع يعني الاختصار لكلمة ان هي اقتصادية، بتبقى في المية وفي الكهرباء. ده بيقعد ساعتين و5 دقايق. بيبقى طبعا درجة التنظيف بتاعته اقل من الاتنين دول، بتبقى درجة حرارة اقل. بتستخدميه ممكن لحاجات تكون متوسطة في التنظيف بتاع في ان هي مش نظيفة يعني. بتبقى اقل شوية من الاتنين دول. ده ممكن للحلل، ده الحاجة مثلا الغدا ممكن. ممكن ده مثلا حاجات بلاستيك مش عايزاها على درجة حرارة عالية قوي. ده بتغسلي عليه كل الحاجات اللي انتي خايفة عليها ان هي، يعني خايف عليها من درجة الحرارة العالية. بتبقى تقريبا مدته تقريبا على ما اتذكر ساعة. انا برضو هشغل الغسالة عشان اتأكد من المعلومات اللي انا بديها لكم. ده ساعة وربع. بيبقى الحاجات الازاز والكريستالات اللي انت بتبقي خايفة عليها ان هي تتكسر. وده بيبقى مدته ساعة واحدة بس. ده الايه ده بيبقى الحاجة زي حاجة الفطار، درجة حرارته بتبقى قليلة. أطباق زي بتاعة الفطار مش بتبقى محتاجة إن الغسالة تشتغل عليها كتير. الزرار اللي بعد كده ده بيبقى عبارة عن للكوبايات. بيبقى مدته نص ساعة. هو أنا مش بحط عليه كوبايات، أنا بجد بحط عليه اللي هو مثلا اطباق اللي بحط فيه الفاكهه والخضار عشان تتغسل. الغساله بتغسل الفاكهه والخضار وبتعقمهم وبتخليهم كويسين. في البرنامج سوري ده يا بنات برضو بتبقى درجه التجفيف بتاعته مش عاليه، وده درجه التجفيف ده ما بيجففش اصلا. فعشان كده بعمل عليه الفاكهه. بياخد مدته نص ساعه، وهو ده الدور اللي انا بعملها لتنظيف الغساله. هو ده البروجرام اللي انا بظبط عليه. بتبقى درجه حرارتها تقريبا مش موجوده درجه الحراره، ويدوبك بس هي بتشطف الحاجه بميه كده، ما فيهاش حاجه يعني. حاجه ما استخدمها معلقه مع قلبت فيها الشاي، كوبايه بتبردي فيها حاجه. حلو جدا البرنامج ده ليها. وده الزرار اللي انا بدوس عليه عشان الغساله تشتغل او الغساله تقف. ده كده بشكل سريع الغساله بتاعتي من بره شكلها ايه. نبدا بقى من جوه. اول حاجه هنا عندك مكانين. المكان ده اهو، المكان ده انا بحط فيه الزيت.
هنا المؤشر ده بيقول لي اللي هو الزيت وصل لحد فين بالظبط. دايما ما تزوديش عن المستوى التاني او رقم 2 في الزيت، لان الباقي اللي بيبقى زيادة الغسالة مش بتستهلكه ومش بتستفادي منه اي حاجة. اما الجزء ده الدرج ده بيبقى بحط هنا اللي هو الصابون اللي بنغسل بيه او المسحوق بالمعلقة دي، بتبقى جاية مع الغسالة. بتحطيها لو الحاجات اللي هي على اول برنامجين او الحاجات اللي انت حطاها عارفه ان هي متوسخه، بتحطي المعلقه دي كامله. وبحط يعني زياده شويه عن المعلقه، حبه صغيرين. لو طبعا الحاجه انت عارفه ان هي مش متوسخه قوي مش بتحطيها كامله، بتحطي تقريبا تحطي 3/4. بس انا ما اكدبش عليك، وده الكلام اللي قاله لي اللي هو الفني اللي جه ركبها، بس انا بحطها مليانه كلها سواء الحاجه متوسخه او مش متوسخه، وبحط عليها حبه صغيرين زياده لو مش كتير قوي عشان برضو ما تسيبش رواسب على الحاجات اللي انا حطاها. ولو الحاجات متوسخه بحط حبه زياده شويه. بتيجي بيبقى فيها الدرج ده. زي ما انتوا شايفين ده جزء كده بيتحرك، بيتحط يعني بينزل وبيطلع. بحط عليه الفناجين بتاعت القهوة، بحط عليه السلطانيات بتاعت الشوربة، الحاجات اللي ببقى عاملة فيها البولات بتاعت الكريم كراميل والحاجات اللي زي كده بحطها هنا. هنا عندي الجزء ده ممكن يعني ممكن ترفعيه ممكن لأ، للأطباق والسيرفيس بتاعت الأكل. طبعا هي ليها رصة، الاطباق ليها رصة باتجاه معين. انا عملت حاجة غلط هنا، ثواني بس كده. الاطباق هنا ليها رصة معينة بميلة كده زي ما انتوا شايفين تبع الانحدار ده. هنا بتحطي السيرفيس الكبيرة والحاجات الكبيرة، وهنا بتحطي الحاجات اللي هي نونو شوية صغنونة شوية. هنا وهنا ممكن طبعا بتنيمي هو ده. ساعات بتنيميه وبتستخدمي الجزء ده للمجات، اوكي، وبتقدري تحطيها بمنتهى السهوله. الجزء ده للاطباق الصغيره اللي هي مثلا الطبق بتاع الفنجان او الاطباق الحلويات الصغيره هنا، او الاطباق بتاعت الولاد الصغيرين برضو بحطها هنا. الجزء ده الحاجات اللي هي دي للمجات. الجزء اللي ورا ده كله للمجات، وهنا برضو بقدر احط مجات زي ما انا عايزه. وهنا برضو اهو في الجزئين دول، وبيبقى فيه اللي هي بحط هنا اللي هي دي بتاعت الشوك والسكاكين اهي. تمام كده تقريبا كده. ده الدرج ده. ثواني هشيله. عندي هنا بيبقى فيه اللي هو ده بيبقى الرشاش ده بتاع المية. هنا ده بيبقى ده الفلتر ده بيتشال وبيتنضف وبيرجع مكانه تاني. اللي عايز يعرف طريقة تنظيفه يتفرج على طريقة تنظيفي لغسالة الأطباق. الجزء ده اللي هو هنا ده بيبقى فيه الملح. بصوا هنا اهو انا وريتهولكوا لما فتحته. بصوا عشان الغسالة فيها مية. الجزء ده بتاع الملح. اول لما بتشتري الغسالة بتحطي في كيلو ملح عليه نص لتر مية. وبتشغليها طبعا زي ما قلت لكم. الجزئيه اللي بره كل ما الملح او الزيت بينقصوا بتنور. ده بالنسبه كده بشكل سريع ده الغساله ذات نفسها. الحاجات اللي انا بقى بستخدمها الغساله اللي انتوا شايفينها بتستخدمي لاي غساله اطباق 3 حاجات. اول حاجه اللي هو ده اللي هو المسحوق بتاع الغساله. ده شكله اهو. المسحوق ده بيجي بالشكل ده. في منه 1 كيلو، في منه 2.5، وبتيجي مع الغسالة المعلقة دي للمسحوق. تاني حاجة اللي هو الملح اللي هو ده، هو بيبقى مكتوب عليه سولت ملح اهو. سولت. وده هحاول اوريكم شكله ايه من جوه. بصوا ادي شكله اهو يا بنات. هي حبيبات بتبقى كده. تمام.
وبتيجي مع الغسالة القمع ده عشان تحطيه في المكان اللي انا وريتهولكوا، وتحطي فيه الملح. واخر حاجة يا بنات هقول لكم عليها اللي هو ده اللي هو الزيت، بيتحط في المكان اللي انا وريتهولكوا. ده كده بشكل عام تقريبا الريفيو بتاع الغساله والحاجات اللي انت بتستخدميها لها. لو ليكوا اي سؤال او اي استفسار سيبولي تحت في الكومنتات وانا هرد عليكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش يا بنات تعملوا لي شير ولايك وسبسكرايب، وكل اللي انتوا عايزينه سيبولي تحت في التعليقات، وانا بقرا كل التعليقات. وربنا يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم.